عمرك حسيت ان الدنيا كلها متقفلة في وشك والاحباط مسيطر عليك ومفيش اي دافع تكمل؟ الغريب بقى ان اللحظة اللي بتحس فيها انك خلاص بتبقى هي نفس اللحظة اللي ممكن تبنيك من اول وجديد. فتعالوا نتكلم في الموضوع ده، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. في علم النفس في حاجة اسمها إعادة الإطار أو ريفريمينج. يعني بدل ما تقول أنا فشلت تقول أنا جربت الطريقة دي وطلعت مش نافعة. يبقى في طريقة تانية. مرة شاب أعرفه خسر مشروع بعد سنة تعب، بدل ما يختفي قعد يكتب كل الأخطاء اللي وقع فيها، وبعد سنتين بالظبط عمل مشروع جديد نجح 3 أضعاف من المشروع اللي فات. واستثمر طاقتك بدل ما تسيبها تتدمر. الإحباط بيولد طاقة، لكن إحنا يا بنخليها تدمرنا يا بنستخدمها نبني بيها. افتكر مرة كنت متضايق قوي من حد ظلمني، حولت الطاقة دي لجيم وتمارين، وبعد شهور بالظبط مش بس اتغير جسمي، حتى دماغي كمان بقت اهدى بكتير. والتحول مش بيحصل فجأة، هو تراكم لحظات صغيرة، زي ما بتفضل تملي كوباية مية نقطة نقطة لحد ما تلاقيها اتملت وفاضت. واحد صاحبي كان بيكتب لنفسه كل يوم جملة إيجابية، وبعد شهور بقى شخصية مختلفة تماما من جوه. الفرق الحقيقي بيحصل وانت مش واخد بالك، بس هو بيحصل. والغريب هنا انك تفتكر كل مرة احباطك وقعك، بس بعد فترة هتكتشف ان كل مرة وقعت فيها كانت بتبنيك من غير ما تحس. زي النحلة اللي كانت ما تقع بتجمع نقطة عسل اكتر من الاول من غير ما تقف. وفي الاخر الاحباط مش النهاية، هو الوقود اللي بيحرر شخصيتك الجديدة. السؤال بقى، انت هتسيب الوقود ده يولع فيك ولا يولع طريقك الجديد؟ وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.